المشكل اننا كنصدقوها غير ملي الغرب كيأكدها. النهار كامل كتفتخر الا خدمتي 10 ديال الساعات متواصله وكتحس بالذنب الا غمضتي عينيك 20 دقيقه. اودي النعاس كيضيع الوقت، ولكن العلم كيقول العكس. ابحاث كثيره لقات ان قيلوله قصيره بين 10 و20 دقيقه كتزيد التركيز، كتحسن الذاكره وكتنقص الاخطاء. حتى شركات كبار ولاو كيخصوا بلايص باش الموظفين ينعسوا شويه، حيت فهموا واحد الحاجه: العقل ماشي آلة. الا خليتيه خدام بلا توقف غادي يخدم ولكن بجوده اقل. وهنا كنت كنظن ان هذه مجرد معلومه جديده، حتى عرفت باللي هذه الفكره سبق ليها اكثر من 1400 عام وهي على وجه الارض. النبي صلى الله عليه وسلم كان كيحافظ على القيلوله، ماشي حيت كان كيبحث على الراحه فقط، ولكن حيت كان كيعرف ان الجسد عنده حق عليك. يعني حنا دابا كنحتفلوا بالدراسات الحديثه بينما في الحقيقه النبي كيطبقها من قرون. ويمكن المشكل ماشي اننا ما كنعرفوش المعلومات، المشكل اننا كنصدقوها غير ملي الغرب كيأكدها. اذا وصلتي لهنا بقى سؤال واحد: واش اي واحد خاصو يدير القيلوله، ولا يمكن انت اصلا ما خاصكش ديرها، بل يمكن هي السبب علاش كتنعس مع الجوج ديال الليل وما بقيتيش كتقدر تفيق للفجر؟ دير فولو، حيت الريل الجاي غادي تعرف لما نصالح القيلوله شحال خاصها تكون، وشنو العلاقه بينها وبين انك تفيق للفجر.